السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. ظواهر جديدة كل يوم بعد يوم عم نشوفها، ظواهر دخيلة ما لها علاقة لا بعاداتنا ولا بتقاليدنا ولا على اللي إحنا تربينا عليه. ويا سادة يا كرام، أخطر هاي الظواهر المريضة يلي بتكون بشباب ورجال بكرة، يلي هم أولادنا وأطفالنا يلي إحنا مسؤولين عن تربايتهم. وتفضلوا معي يا اخوان، انزلوا للشوارع وشوفوا المساطر اللي عم نشوفها، كلمات نابية وعادات سيئة، تدخين، ويا على واس سوالافة توقف على التدخين. بمر واحد من جيل ابوهم بتعربشوه على مسخرة وقلة حياة وقلة طعمة، ويا ويلك اذا اجيت وحكيت معهم كلمة والله لينخلوك تنخيل. ولا حدا يقول لي انه كل هذا الشيء بسبب الحروب يلي صارت، او يجي واحد ثاني ويقول لي هاي ترباية المخيمات او ترباية بلاد النزوح يلي العالم نزحت لها. لا، هذا الحكي غير مقبول ابدا. شو ترباية نزوح وترباية مخيمات وترباية حروب؟ وينك انت يلي عم بتربي ابنك؟ وينك انت يلي عم بتربي بناتك؟ ترى والله العظيم العلة فيكم انت ومرتك مش بولادكم. الولد مثل العجينة، مثل ما بتشكلها بين ايدك بتطلع. ولا حدا يقول لي اسلوب تربية حديثة، نقاش وحوار مع الطفل، وبالاخير ما بيسوي غير يلي براسه. ترى الضرب يلي بيكون بمعنى النهر وليس التعنيف احسن من 5 ساعات نقاش وحوار. ولا في موضة جديدة نازلة عند نسوان هالايام، بيكون ابنها عمره 6-7 سنين، فلتان وقليل ادب ولسانه طويل. بتيجي تحكي معها انه يا عمي لويش هيك ابنك؟ بترد بكل صفاقة وبتقول والله ماني ماين عليه. اذا 7 سنين و10 سنين ما انت عارفة تربيه، لا روحي ربي اظافرك العاد. فيا اخواني اللي بدي اقوله كلمة واحدة ورد غطاها، الولد غالي بس تربايته اغلى. شوفوا اهلنا وامهاتنا رغم بساطتهم ربوا ظلم، وشوفوا الترباية الحديثة يلي ما ربي من غير اظافر. وفي قصيدة للشاعر أبو كمال العماري بيحكي فيها عن أب وصي ابنه قبل لا يموت. راح أترككم مع القصيدة وأنتوا قارنوا بين تربية الجيل القديم آبائنا وأمهاتنا إلنا وشلون إحنا عم نربي أولادنا. وعلمي بسلامتكم. وقول يا مرقبا عاليات البوانيق صبحان ما فتح شبابيك دنياك. يا مالك خذ مني وصايا لوصيك، عدك صغير السن ما دمت ننهاك. اللولسة والدولسة لا تجي بيك وياك، عرض الغافلات جاي وياك تحضر كرمة الما يناديك اليسار صوت المنادي وعداك. رمح المحيد لو تبينت يرميك، ورمح المحيد لو تودرت ما جاك. يا عبد لو التفت لك ربك يباريك، ما ينفع غير بذلك بيمناك. وإن نزهت لك الدنيا وقف تحاكيك، احسن حيث ان الحسانة توخاك، لا تاخذ اللي تبعدك عن ديوانيك. لو كانت شعاع الشمس ولا القمر ذاك، تلحق على الجيران واللي حواليك وانطعتها بالشور تعرض عن اخاك. بنت الحمولة عرضة ما تخليك، وتصبر على سود الليالي وبلواك، وياك تجيب للناس عن طريق حيث ان الرجاجيل ما دوروا مطراك. وسلامتكم يا غانمين.